بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. في التحدي رقم 22 function بالجافا سكريبت عايزك تعملها accepts a string as a parameter، يعني انت بتدخل لها كلمة بالبارامتر وعايز يعد الارقام عايز يعد الحروف اللي هي الفاولز، يعدها يعني يطلع لي رقم من النهاية عددها قد ايه within the strings. ايه هي الحروف الفاولز؟ هي ال A وال E وال U وال O والاي بالشكل ده. تمام، هم 5 حروف بس، فانت هتدخل له كلمه لو لقى اي حرف من الحروف دي المفروض ان هو هيعد الحروف دي. طيب معنى كده ان انا محتاج اول حاجه ان انا اعمل array او يكون عندي حاجه جاهزه variable جاهز في array في الحروف دي. تمام، طيب خلاص مفيش مشكله. بعد كده المفروض الكلمه نفسها اللي هي مثلا كده المفروض ان انا ابدا اقطعها. معنى كلمه اقطعها يعني انا محتاج اعمل split بالشكل ده. تمام، بعد ما اقطعها المفروض ان انا امشي على الكلمة بتاعتي واخد كل حرف هو من الحروف اللي فوق. معنى كلمة ان انا هاخد حرف معين، يعني معنى كده ان انا هسلكت حاجة، معنى كده ان انا هعمل فلتر بالظبط كده. فانت عشان تمشي عليهم وتسلكت حاجة معينة من كام حاجة فانت هتستخدم الفلتر. طيب بعد ما تستخدم الفلتر انت بتتشيك الفاريبل على سبيل المثال اللي هو فيه الاري دي موجودة ولا لا. يعني الكلام اللي موجود في الفاريبل اللي هو على سبيل المثال هسميه x بالشكل ده، وده عبارة عن array هنا كده. تمام، موجود جوه. كلمة موجود يعني بيحتوي، كلمة يحتوي يعني includes بالشكل ده. اتمنى ان انا اكون كاتب كلمة includes صح. تمام، بتحتوي على الحاجة دي ولا لا. تمام، لو بتحتوي المفروض ان فلتر باي ديفولت اهي، فلتر اللي فوق باي ديفولت بيطلع لي array بالحاجات اللي موجوده. لا انا مش عايز اطلع array، انا هنا عايز اطلع النمبر، فانا كده هستخدم حاجه جديده اسمها اللينس بالشكل ده. تمام، طيب يلا بينا نعمل الفكره. انا هعمل دلوقتي عندي فانكشن هسميها مثلا vowels واحط فيها الكلمه بتاعتي، وقبل ما اعمل اي حاجه المفروض ان انا احط الحروف اللي هي هتشيك من خلالها. فانا هعمل كده قبل الفانكشن بتاعتي عشان بس يعني امنع عمليه الهويستنج حتى لو هي فانكشن. تمام، بس يعني ماليش دعوه بالحته دي دلوقتي. تمام، واحط كلمه فاولز كده وابدا احط الحروف بتاعتي. تمام، طيب انا كده جهزت الفاريبل بتاعي وهبدا ان انا اجهز الفانكشن بتاعتي. طيب انا المفروض هعمل ايه قبل كلمه ريتيرن عشان اتشيك بس؟ ان انا هجيب كلمه الوورد دي واعمل لها سبليت بالشكل ده. خلاص قطعت كل الحروف. بعد ما تعمل سبليت هستخدم الفلتر بتاعتي، فلتر مكتوبة غلط، عشان ابدأ ان انا فلتر بالشكل ده عشان ابدأ ان انا اتشيك هل الكلام ده موجود عندي ولا لا. فانا هعمل فاريبل هسميه على سبيل المثال مثلا letter بالشكل ده. تمام، وهقول ان الفاولز هل تحتوي includes اهي includes بالشكل ده، هل تحتوي على حروف داخلية. يعني كلمة الليتر اللي انت بدأت اللي انت تقطعها دي من كلمة split هل عندها حروف جوه الفاليوز او الفاولز اسف، يعني في A او E واليو والاو والاي. لو انا وقفت لغاية كده طبعا معلش هنشيل بس القوسين وعملت console دوت لوج وقلت count بالشكل ده وهبدأ ان انا اكتب كلمة يوسف عندي كده، هيبدأ يطلع لي ايه؟ هيطلع لي array بالظبط كده. انا عايز اطلع العدد فهعمل هنا بعد الفلتر خالص هعمل حاجة اسمها length. تمام، هيبدأ ان هو يطلع لي لا انت عندك في الاسم بتاعك عندك 3 حروف vowels.